السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عارفه راسي غبرت عليكم، ولكن صراحه ان شاء الله كنوعدكم انني غادي نرجع لكم فيديوهات اللي كلهم حماس، كلهم روتينات زوينه، وكذلك وصفات اللي غادي يكونوا غزالين بحالكم ان شاء الله. واليوم كما كتشوفوا جيت بهذه الوصفه المتواضعه صراحه، وصفه صيفيه غزاله، اللي ديريها سواء للغداء او للعشاء، وفي نفس الوقت سهلة ودغيا كتوجد. فابقوا مع المقادير وطريقة التحضير. ولكن قبل كنقول للناس اللي زاروني في قناتي لأول مرة، مرحبا بكم. ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا ندوزو المقادير ديالنا. وكما كتشوفوا الوصفه ديالنا هي على باز ديال الخضيره. انا عندي هنا الكورجيت او القرعه الخضراء، وعندي كذلك الدنجال. كما كتشوفوا من بعد ما غسلتهم مزيان ومسحتهم طبعا من الماء، فكنقيهم بهذه الطريقه هذه، سواء كنقيوهم بهذه الاله بحال هكا او لا كنقيوهم بالموس. انا هنا كنحاول نوريكم الطريقه بهم بجوج باش انكم تنقيو الخضره وتخويوها من الداخل بلا ما تهرسوها ما والو، حيت الا تهرسات لينا راكم عارفين ما غاديش نقدو اننا نعمروها بطريقه اللي زوينه، وحتى في التقديم ما غاديش تجينا زوينه. فمن الاحسن الا كانت عندنا هاد لاباري هادي غادي يكون احسن، غادي نخويوها بطريقه اللي سهله. وإلا ما كانش عندكم فكاين الموس، انا هنا بديت بهذا الموس هذا، ولكن صراحه هذا شويه كيهرس لكم هكذا الكورجيت، خاصه الا كانت جديده. فاحسن انكم تستعملوا صراحه هذا الموس اللي كيكون هكا بالراس، كيساعد انه كيخوي لكم الكورجيت او القرعه ديالكم بسهوله. كنبداو هكا كنديروا في الاول غير ثقب او دائره اللي صغيره، ومن بعد كنبداو هكا ندخلوا الموس وكنبداو ندخلوا حتى لداخل، وحنايا كنجبدوا في داك في القلب ديال القرعه ديالنا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كنبدا غير بشويه بشويه باش كنحاول عليها ما نهرسها ما والو. وانتم غادي تلاحظوا الفرق ما بين هاد القرعات بجوج، انه الا حيدناه بداك لاباراي فصراحه كيجي ساهل واحسن، والا حيدنا بالموس كما كتشوفوا فشويه كيعذب، وخاصنا ناخذوا الحذر باش ما تهرس لينا ما والو. كذلك حتى الدنجال بنفس الطريقه. الدنجال صراحه اللي ساهل، داكشي علاش ما بارطاجيتوش معكم، ساهل في تحية القلب ديالو. من بعد غادي نجي هنايا، غادي نبدا نقطع البصله ديالي كما كتشوفوا مربعات اللي كيكونوا شويه صغار بهذه الطريقه هذه. انا هنا حاولت نزرب لكم لا فيديو باش ما تجيش الفيديو طويله، حيت الوصفه صراحه ساهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، وحتى الحشوه ديالها سهله. قطعت في الاول واحد جوج بصلات، من بعد تقريبا جوج مطيشات بهذه الطريقه على شكل مربعات اللي يكونوا شويه صغار، ضفتهم على الكفته. بالنسبه للكفته البنات فكديروا على حسب الخضره اللي غادي تعمروا، يعني ما كاينش شي عبار اللي هو اللي غادي نقول لكم اولا اللي غادي نفرضوا عليكم. الكفته كتبقى على حسب شحال عندكم الكميه ديال الخضره ديالكم وصافي. المهم غادي ندير هنا الكفته كما قلت لكم مع البصله ومع المطيشه من بعد ما قطعتهم. هنا غادي نبدا نجمع شويه ديال القزبر مع المعدنوس باش غادي نكون واحد الربيطه صغيره. كما كتشوفوا البنات انا هنايا دايره واحد الطويصه ديال البلاستيك، كان ديما فيما كنجيب القزبر والمعدنوس كنبدا نقي كل حاجه بوحدها، وكندير لها هكا في كاغيط هكا ديال الكوزينه، كنفرقهم وكنديرهم في البواط. صراحه هاد الطريقه هذه لقيت عليها راحتي. اولا ساهله، ملي كتكوني كطيبي كتجبديها دغيا دغيا وكتلقيهم واجدين بلا ما تبقاي تنقي. وثانيا كتحافظ لك على داك القزبر والمعدنوس، كيدوم معاك مده طويله صراحه. ونسيت ما قلت لكمش ان هذاك البواطه كنديرها في الثلاجه. المهم البنات غادي نرجع للوصفه. هنا غادي نجيب الروز، غادي نعبر صراحه غير عيني ميزاني. هاد الروز البنات اللي استعملت، انا استعملت داك الروز البسمتي. علاش استعملته؟ حيت دغيا كيطيب، وكنت صراحه مزروبه داكشي. علاش كان عندكم الروز الكلاصي غادي يكون احسن. غير هو نصيحه بالنسبه اللي غيستعمل الروز كلاصي، انه سلقوا تقريبا واحد نص سلقه، ما يسلقوش سلقه كامله حيت من بعد الا تفور غادي تعجن. من الاحسن تسلقوها غير نص سلقه. كان الرز البسمتي غادي يكون احسن، حيت الرز البسمتي ما كياخذش الوقت بزاف في الطياب، وهكا غادي نضمنوا انه دغيا غادي يطيب. وحتى الخضره ديالنا كما كتعرفوا الدنجال والقرعه اولا الكورجيت دغيا كيطيبوا.
المهم هنا درت كميه ديال الروز تقريبا واحد 2 كيسان على ما اظن. انا صراحه ما عبرتش، ولكن تقريبا كما قلت لكم هاد المكونات كامله كتكون على حسب الكميه ديال الخضره اللي غادي نستعملو. غادي ندير هنا معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه اولا ما تشتحك. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه، كما كتشوفوا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال التحميره اولا الفلفله الحمراء. هنا غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الزيت العاديه اولا الزيت الروميه ديالنا. غادي نخليهم على جنب، وغادي نرجع هنا الخضيره ديالي كما كتشوفوا من بعد ما نقيتها وخويتها. فغادي نبدا ندير ليها الملحه. غادي تقولوا لي علاش هاد الملحه؟ صراحه السر باش كتجي الخضره معمره كتجي بنينه هي هاد لاستيوس هادي. هاد لاستيوس صراحه خطيره، وانا صراحه علمتها لي الوالده ديالي الله يطول عمرها. كديري ضروري الملح هكا في الخضيره، ضروري البنات. اي خضره غتفوريها من الاحسن ديريها الطريقه هذه، كتلبسيها بشويه ديال الملح ماشي بزاف، فهمتي؟ غير باش ديك الخضره كتجي بنينه. احنا ما نساوش ان الخليط ديالنا فيه الملحه، على ذلك غادي نحاولوا نقصوا. وكما شفتوني فكناخذ غير بصبعاني بحال هكا، وكنبدا ندخل صبعي بالملحه، كنبدا ندهن هكا داك القرعه وداك الدنجال باش كتجينا بنينه وما كطيبش كما كنقولوا باسله اولا ما كتفورش باسله. صافي هنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، انا خلطته بيدي صراحه كيعجبني نخلط بيدي. ف كينسجموا المقادير مزيان، حتى ديك الكفته كتاخذ التوابل حتى هي. وكنبدا كنعمر هكا في الكوعجيط، ومن بعد كنعمر كذلك حتى في الدنجال، وكنبدا نستف الكسكاس ديالي. هاد الطريقه ديال الخضره هكا مفوره ومعمره صدقوني كتجي خطيره وزوينه، واحسن بكثير من انك طيبيها في لاصوص. كاين بزاف اللي كيديرها في لاصوص هكا ديال المطيشه، فصراحه ما كتجيش بنينه بحال هاد الطريقه هذه. خاصكم صراحه تجربوها وتردوا عليا الخبر. انا هاد الحشوه البنات راه كندير حتى في المكور، كندير مكور معمر، كذلك كنديرها حتى في الفلفله معمره حتى كتجي بنينه. خصكم صراحه تجربوها وتردوا عليا الخبر، كتجي ساهله. وصراحه الاقتراح اللي زوين وسهل بالنسبه سواء للغداء او للعشاء، فهو ساهل ودغيا كيطيب، ما كياخذش معاك الوقت. شويه الخضره ملي كتبغي تخويها كيتاخذ معاك الوقت، ولكن بالنسبه للحشوه او للطياب ما كياخذش الوقت بزاف. كما كتشوفوا غادي نبدا نعمر هكا في الخضيره ديالي، وكنستف فيها بهذه الطريقه هذه حتى كنساليها كامله. انا هنايا عمرتهم. من الاحسن تخليهم شويه شويه، ما يكونوش عامرين بحال اللي عمرت انا. علاش؟ باش هكذا الروز ملي كيتنفخ ما كتفيضش لينا داك الحشوه، وما كترتقش لينا حتى الخضره ديالنا. صافي هنا من بعد ما درت الماء غلا مزيان، عاد زدت عليه حطيت عليه، سمحوا لي، حطيت عليه الكسكاس، وغطيت هاد الكسكاس هذا بالغطايه ديالو باش كنضمن ان داك الفور ملي كيطلع كيرجع عليه وكطيب لينا دغيا. كما كتشوفوا العافيه كتفلو المجهده. ومن بعد منين غلى الماء مزيان نقصت غير واحد شويه وخليتها كطيب. صدقوني ما كتكملش حتى 20 دقيقه او 25 دقيقه كتلقاي الخضيره طايبه، وطايبه لا من برا ولا حتى الحشوه من داخل طايبه وغزاله. وكما كتشوفوا قدمتها لكم هنايا. انتم صراحه الفيديو كيهضر على راسو بلا ما نزيد نشرح اكثر. كتجي بنينه 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 هاد الخضره، وحتى الوليدات زوينه كتشجعهم انهم ياكلوا خضيره هكا مع الروز مع بزاف ديال المكونات اللي مفيده للصحه. انا هنا كما كتشوفوا عندي واحد الفلفله راه فين غابره، بقات لي واحد شويه الحشوه عمرت بها حتى واحد الفلفله. كما قلت لكم هاد الحشوه يمكن لكم تعمروا بها اي نوع ديال الخضر، حتى طماطم اولا مطيشه حتى هي كتجي بها غزاله. ولكن انا هاد الجوج هما اللي كيحمقوني، الدنجال والكوارجيط، شي حاجه اللي كتجي بنينه صراحه بهاد الحشوه هادي. هنا غادي نقسم معكم ولا غادي نشارك معاكم، غبرت عليكم حتى ما بقيتش عارفه نهضر. غادي نشارك معكم هاد الخضيره بحال هكا كيفاش كتجي من داخل، وراها كطيب البنات هي والروز في نفس الوقت. كما قلت لكم هذا الروز البسمتي راه ما كياخذش الطياب، وبهذه الطريقه كيجي هو والخضره كيطيبوا قد. كنتو غادي تستعملوا الروز الكلاصي، فمن الاحسن انكم تسلقوه واحد نص طلقه وتصفيوه مزيان، وعاد تبداو تزيدوا عليه مطيشه والبصله والخليط كله اللي درنا. كنتو غادي تستعملوا الروز العادي اللي كيكون اللي كنديروا به هكا، اللي كنديروا به التحليه، اولا كنديروا به الرز بالحليب اللي كيكون هكا كاسي اولا مهرس.
حتى هذا كيجي زوين صراحه، ولكن غير شويه كيجي من داخل كيتعجن. راكم عارفين داك الرز كيتعجن دغيا دغيا. وهنا كنشارك معكم كيفاش جات الكوغجيت من داخل. صراحه كتجي بنينه. انا هنا راني كنقسم وكناكل، وحقكم في الجنه يا البنات. وحتى بالنسبه للدنجال حتى هو جا صراحه خطير خطير. هنا كيتسالى لا فيديو ديالي. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار، وما تنساونيش بالبارطاج. السلام عليكم.